السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى تكونوا كاملين بالف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد بعيد شويه على الكونتوني ديال الصفحه. كما كتعرفوا مره وقت ما بات لي شي حاجه اللي استفدت منها، زعما انا هكا في حياتي اليوميه دايره بحال هكا، حتى في الانستغرام دايره بحال هكا. اي حاجه استفدت منها وعطاتني نتيجه ما كنبغيش نحتفظ بها لراسي، كنبغي نبارطاجيها مع الناس الاخرين. بون، بالنسبه لهاد الوصفه ديال اليوم، هي وصفه طبيعيه. فاش غنقول لكم فعاله، راه فعاله. ما كاينش داكشي زعما ديال بغيت المشاهدات ولا داكشي، ما غادي نلوحها وصافي. انا اصلا القناه عندي ما طالعه. المهم اللي شاف هذا الفيديو استفاد منه وصافي. هاد الوصفه خاصه للناس اللي عندهم تكيس ديال المبايض، الناس اللي عندهم الزغب بزاف في لوكور ديالهم، الناس اللي كتعطل عليهم العاده الشهريه، الناس اللي شعرهم تيطيح. انا كنهضر لكم دابا على راسي، شعري كيطيح بغزاره، ما عندي لا نقص فيتامين دي، ما عندي لا نقص في الفيغيتين. الحمد لله التحاليل ديالي كلهم درتهم، ما عندي حتى شي مشكل. ميم فيتامين بي 1 و بي 6 هما صيفطتهم على برا ودرتهم، الحمد لله مقادين، كلشي عندي مقاد. انما مؤخرا اكتشف بلي انني عندي لا سوبيكا، ساندروم اوفر بوليكيستيك. شنو هي لا سوبيكا؟ هو متلازمه تكيس المبايض. عندك انوفير بوليكيستيك يكونوا فيه بزاف ديال البويضات ما خرجوش على برا، اوليو انهم يوصلوا لحجم طبيعي ويخرجوا، هادو ما خرجوش، تيبقاو مجمعين حتى كيديروا داك تكيس المبايض. وهداك تكيس المبايض كيأثر لك على شحال من حاجه، منها مقاومه الانسولين. الناس اللي عندهم لو سوربو، عندهم الوزن زائد، فهاد الشيء راجع للخلل الهرموني اللي السبب ديالو الرئيسي هو تكيس المبايض. قبل ما نتزوج كانوا عندي مشاكل، يعني فما كانش عندي لوفر بوليكيستيك، كان عندي لي كيست اوفاريان، سكي ما كوزي تورسيون اوفاريان، يعني كانت تعقد ليا القرن وحيدوا ليا القرن. المهم قصه طويله، راه كنت ديجا شاركتها معكم. من بعد ما تبعت هاد العشبه اللي غنشارك معكم دابا، ما عاودش جاني داكشي حتى غادي قبل ما نحمل بنتي ب5 ايام، قبل ما نعرف راسي حامله بنتي ب5 ايام. مشيت عند الطبيب ندوز ديك الساعه غير هكا تدويزه روتينيه وصافي. قال لي عندك لوفر بوليكيستيك، عندك لا ساندروم ديال لي زوفر بوليكيستيك. صافي رجعت وقال لي ديري تيست من 5 ايام باش الا ما كانش حتى شي حمل نبداو في التريتمون ديال سوبيكا. الحمد لله ديك الساعه لقيت راسي حامله صافي. كما كتعرفوا القرون تيتكمشوا، يعني ما كيخدموش بوندون هذا، ماشي بحال كيخدموا في الحياه العاديه، تيخدموش بوندون لا غروسيس. هي هذيك صافي. من بعد عاودت ولدت بنتي، مشيت دوزت من ديك الساعه هذه تقريبا في 2016. علاش كنهضر لكم؟ ما عمر ديما كان انا من الناس اللي كيدوزوا دائما على هذا، متبعه مع الجينيكو ديالي على لوفير ديالي اللي بقى عندي، على ليوتيروس وداكشي. ما عمر جاني تاني، ما عمر جاني زعما تكيس المبيض حتى مؤخرا. فاش فيا الشعر بزاف، كينوض ليا الشعر بزاف ايديا. ما انا ماشي من الناس اللي فيهم بزغب بزاف، ويديا طوال الشعره. زعما اون ديزون بلي راه الشعر ديال بحال الا شتي شي راجل عنده الشعر طويل بحال هكا. رجليا تاني طوال ديك الزغبه، على غير العاده. شعري كيطيح بواحد الطريقه هستيريه، شعري كيطيح بزاف. ماشي زعما يعني غنكون كنطيح واحد 160 حتى 200 زغبه في النهار. شعري فريمون، اخوان الناس اللي كيعرفوني يعرفوا شعري كيفاش ولا. ملي مشيت دوزت لقيت عندي ابارامون لوفير بوليكيستيك. الطبيبه ما خرجت لي لا دواء حتى شي حاجه، قالت لي هادشي الدواء ديالو هو الريجيم. فعلا مشيت قلبت مزيان، بقيت كنبحث لقيت باللي العدو ديال لي زوفير بوليكيستيك هو السكر والنشويات، زعما الفرص. يعني حيت هاد لوفير بوليكيستيك كيدير مقاومه الانسولين. قراو على مقاومه الانسولين، شوفوا حتى هي شحال ديال المخاطر عندها. تيكون عندك لو بوا في الكرش ديالك، كتكون الكرش تاعك هي اللي غليظه بزاف بارابور لو كور ديالك، كتكون عندك كرشك غليظه. المهم هي هذيك درنا تبعت، مشيت بحثت مزيان، حيت الزيت الروميه، حيت السكر، حيت الفورس، هادو 3 والزبده. هادو حيدتهم، وليت لي بات اللي غنديرهم كندير غير القياس ديالي، كندير لي بات هكا كومبليت. كندير كنفطر بهذا، كنفطر بالفطور زعما صحي. الخبز ديالي كندير مره الخبز ديال العدس الاحمر، دابا نشاركو معكم، مره الخبز ديال الحمص، مره الخبز ديال الشعير. الا هكا ما كثر ليا الخبز ديالي ديال الدايت، كندير غير الخبز ديال الشعير حتى هو راه زوين. المهم كنحاول ما امكن يعني انني نبعد على الجلوتين، كنحاول ما امكن نبعد على الجلوتين. السكر بصفه نهائيه قطعته. ولاحظت
صدقوني في الاول غتجيكم صعيبه، مي ابري داكشي ساهل بالعكس. كتولي غير تذوقي شويه د الحلاوه في اتاي كتعيقي به، واش يكون فيه شويه السكر كتعيقي واش راه حلو، صافي ما كتبغيش ليك خاطرك. السيمانه الاولى اللي صعيبه، من بعد كلشي كيجيك ساهل. في جوج سيمانات الاولين درت صيام متقطع، درت صيام متقطع جوج سيمانات الاولين. كنحبس الماكله مع الربعه، تندير جوج وجبات في النهار، كنحبس الماكله مع الربعه. من الربعه حتى الليل كنبقى غير نشرب السوائل، نشرب الماء، وقت ما حسيت بالجوع كنشرب الماء. كنشرب لي تيزان، دايره بزاف ديال لي تيزان عندي كنشربهم. صافي هادشي اللي كندير. والسكر قطعته، ولا مارش كندير لا مارش. حطيت الطوموبيل، بديت كنتمشى على رجليا، ولاحظت الفرق، يعني نقصت لو بوا من 73 كيلو. دابا انا كاينه في 61 كيلو، من 73 حتى ل 61 كيلو. يعني شكون اللي كيغلظنا؟ الخبز، الفورس، السكر، هادو هما العديان ديالنا. صافي هي هذيك. زائد هذا المشروب اللي هو صراحه والله الا مشروب سحري، والا ما نفعك ما غيضركش، وانا مستحيل، انا متاكده انه غادي ينفعك باذن الله، ما يمكنش ما ينفعكش. انا غنقول لكم المكونات ديالو. فيه خياره كامله مغسوله، ما منقياش، خياره كامله. فيه ربيطه صغيره ديال المعدنوس، انا دابا ساكنه في العروبيه، هذا المعدنوس اللي عندي بيو. فيه الدغموس، غتعرفوه دابا راه موجود وحلو. هذا الدغموس اللي كاين دابا راه حلو، ما مرش حيت موالف كيكون مر في الصيف. هذا حيت وقيت الشتا هذه حلو، ما فيهش المروره. عندي هنا سكنجبير، وعندي صافي هادشي اللي عندي. هادشي اللي عندي. عندنا قلنا خياره، شويه ديال المعدنوس، ربيطه المعدنوس، الدغموس هكا شي 3 ديال الصبعان ديال الدغموس ولا 4 الصبعان. انا الدغموس غاسلاه، مصيفطاه ليا امي، غاسلاه ودايره في الفريغو. هانتوما راه كونجلي، دايره في الفريغو. وهذا وسكنجبير كنطحنو هادشي في ايطرو ديال الماء. كتبقاي تشربي داك ليطر نهار كامل، وقت ما حسي ماشي ايطرو نص ديال الماء، حيت عندي ديك قرعه السيال راه كنغسلها وكنردها بلاصتها. كنعمرها بهذا المشروب، كنصفيه. فاش كطحنيه كتصفيه وكتزيدي ليه عصير ديال حامضه، عصير حامضه كامله، ما كتعصريش الحامض معاه باش ما يجيكش مر. في الاخر كتزيدي عصير ديال حامضه، وكطحني كلشي وكتصفيه. هذا المشروب بقاي يشربيه وقت ما درتي شربيه. يعني هذيك ايطرونس منها انك كتكوني دخلتي 1 لتر دمي ديال الماء للكور ديالك، اللي هو حتى هو كيساعد على الحرق. الماء يعني عنصر مهم في انه يساعد على الحرق، وانه كيبدل لك شحال من حاجه. لابو ديالك كتبدل، كتحسي بواحد الحياه، كتكون لك الحياه في الجلد ديالك، ما كيبقاش ناشف وشحال هادشي اللي كنقول لكم الا تبعتوه كونوا على يقين باذن الله غتبدل لكم حتى النفسيه ديالكم. سبحان الله، راه السكر والله العظيم الا مشيتو قريتوا على الحوايج لي زانكونفينيون ديال السكريات، راه ما يمكنش كيخربقوا لينا النفسيه ديالنا. كتلقي راسك معصبه غير بوحدك، اون فوا كتقلعي داك السكر البشره ديالك كيتفتح ليها اللون. صدقوني هادشي راه عن تجربه خاصه، ما قالها لي حتى شي واحد. البشره ديالي تفتح ليها اللون، النفسيه ديالي ما نعاودش لكم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كما يكون اي واحد كيتصنت لهذا الفيديو بخير وعلى خير. واهم شيء من بعد ما كانت كتاخر الدوره مده 40 يوما حتى 45 يوم، جاتني في 28 يوم. 28 يوم تصوروا، 28 يوم شحال هادي ما حلمتش ب 28 يوم. ملي كانت عندي بقاء اشراق البنيه الاولى، من قبل ما نحمل باشراق ديك الساعه 28 يوم حتى لدابا، راه تبارك الله دابا شي 6 سنين. 28 يوم علاش جاتني الدوره. جربوا هادشي اللي قلت لكم وردوا عليا الخبر. الا عندكم اي استفسار، اي سؤال، ما تنسوش تخليوه ليا في لي كومونتير. نسيت، نهار كندير لا مارش طوموبيل قلت لكم حطيتها، نهار كندير لا مارش ونهار كندير كنشعل اكزرسيس دو 30 مينوت. كندير جيم ديريكت. الا درتو جيم ديريكت في يوتيوب غطلع لكم واحده بنت دايره قرينات ضفيرات، كتخدم فيسي ابدو اي جو كرو ميسكل. فوالا هادي 3 اكزرسيس كنخدمهم في 30 مينوت. راه ما نعاودش لكم، تخدمي ديك 30 مينوت في النهار، زيدي ليها لا مارش والماء وهذا المشروب وتفكروني. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يشافيكم ويشافيني ويشافي جميع مرضى المسلمين. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
هانتوما هذه هي القرعه، والله العظيم جربوها وردوا عليا الخبر. نتمنى الله سبحانه وتعالى يشافيكم. المهم حتى عصرت وصفيت، عاد ضفت عصير ديال الحامضه، عصير الحامضه فقط. الناس اللي بغاو يزيدوا عندهم لا بودر ديال لوختي اللي هي البودره ديال الحريقه، ممكن انهم يضيفوها، حتى هي عندها بزاف المنافع، انا كنضيفها، انما هي ماشي ضروريه، يعني عندها منافع اخرى، عندها بزاف المنافع. الا ما كايناش اكتفيو فقط بالمعدنوس والخياره والحامض والدغموس اللي هو مكون اساسي في هذه الوصفه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يشافيكم ويعافيكم وردوا عليا الخبر.